ايصال الامهات في التواصل معي معلومات اللي بسيطه تقدر تنفعهم في حياتهم اليوميه. نديروهم السكريات والامل والفيتامينات. معلومات مهم تفيدكم في الحياه اليوميه ديالكم كنساء وان شاء الله امهات مربيات، وباش توصلوا حتى لايصال الامهات في التواصل معي معلومات اللي بسيطه تقدر تنفعهم في حياتهم اليوميه. بالنسبه لهذه الحصه تندرج في اطار الحمله الوطنيه لتعزيز صحه لتعزيز التربيه المتوازنه لدى المراه الحامل والمرضع لمده ديالها مده شهرين، ديما كتكون من 6 ابريل الى 6 ماي مده شهر. تيكون فيها خطوط صحيه لتحسيس باهميه التغذيه المتوازنه. شنو كنقصدوا بالتغذيه المتوازنه؟ كما تعرفوا بان العناصر الغذائيه تتقسم، كاين بروتينات، كاين نشويات، كاين فيتامينات، كاين املاح معدنيه، كاين كربوهيدرات. وخصنا نعرفوا بان التغذيه المتوازنه هي انك تاخذ من كل هذه العناصر الغذائيه واحد النسبه. بالنسبه للام الحامل والمرضع كتزاد الاحتياجات ديالها على الشخص العادي، على الانسان العادي. لذلك كننصحوا بان التغذيه السليمه خلال مرحله الحمل كتساعد المراه والجنين، كتساعد المراه في الحصول على مختلف العناصر الغذائيه من بروتينات، من كربوهيدرات ودهون وفيتامينات واملاح معدنيه، وكتساعد في سد حاجيات الجنين باش بالنسبه للمراه الحامل كتحتاج يوميا في 3 أشهر الاولى غرام فاصلة 3 يوميا من البروتينات. كتزاد على الانسان بما ياكله ما يحتاجه الانسان العادي. واحد 3 شهور الاولى غرام فاصلة 3، هذا كنهضروا على البروتينات. الفيديو بطبيعة الحال كنهضروا على الفيديو كل نهار هذه احتياجات من البروتينات ديال المرأة الحامل خصها تاخذها كل نهار. 3 أشهر الاولى كتزيد غرام فاصلة 3، وفي 3 أشهر التالية كتزيد 6 اللحوم، من استهلاك اللحوم الحمراء، من الدواجن، من الدجاج، من البيض، من الاسماك. بالنسبه لنا حضرنا واحد الحصه الناس هضروا على الغلاء اللي كاين دابا، دونك انت كتشوفي شنو اللي كيصلح لك على حسب الميزانيه ديال كل امراه. ماشي قلنا لكم اللحوم الحمراء يعني صافي كاين البيض، كاين من الاسماك وكيكون ناقص الثمن. انت كتشوف عاود راه كاين بزاف د الحوايج. المهم الناس اصلا الحيوان بالنسبه للسمك يعني هما غالبا كيقول لك السردين يعني اجلتي الاخر اليوم امين باش تعرفي شي حاجه اللي واضحه اكيده زعما مرتبط منها ماشي. بالنسبه للسكري قلنا واحد 50 حتى 65%. اييه اللي جاي الاغلبيه عندهم داك المشكل زيكوات خلاش ديك الملح هي ديك الملح العادي، الملح المدعم ديال اليوم هو اللي كنصحوا به المراه الحامل ديرو في الاغذيه ديالها على وديت باش تستافد من عنصر اليود. الملح العادي بالنسبه لنا كل اللي بغيت غيكون ملح مدعم باليود، هذا اللي كيتباعوا كاملين مدعمين باليود. الغازيه تجنب شرب القهوه والشاي المركزين. الا بغاتو واحد الطبخ مخفف ماشي القهوه تبخوا عليه بزاف
الامتناع عن النوم مباشرة بعد الأكل، تناول النشويات في وجبة العشاء لتجنب هبوط نسبة السكر في الدم صباحا. السكريات شاركوتيرون جينيرال، والسكريات المعقدة بحال اللي كاينة في البنان، في الخبز باللبن كامل، القمح الكامل، هذا إلا كليتيهم يديو لك وما كيهبطش الانسولين دغيا، يعني كتبقى لا ديغراداسيون ديال داك الجلوكوز كتتم بشويه، يعني ما كيجيكش الجوع دغيا. شنو هي كتهبط الانسولين هي كيما كتاكل واحد الساعه كتبقى الجوع جاي الانسان داكشي اللي كليتي صافي مشى، خاصك عاوتاني الوقود، خاصك عاوتاني دونك النشويات كتعاون بان السكر ما كيهبطش دغيا في الدم، بالتالي كنوضي على الاقل بواحد الصحه ديال الجسم. من الماء يوميا، استهلاك المواد الغنيه بالالياف هي الخضر الطريه، الطعام، الفواكه، الحبوب الكامله والمتجففه، التعفنات البكتيريه والفطريه اللي كتكون شائعه عند المراه الحامل، غسل الخضر والفواكه جيدا، اجتناب الحليب غير الموصل والاجبان المصنعه منه، وطهي اللحوم جيدا. ايوا هادشي اللي الشهيه راه تيدير بزاف ديال هذا الشيء. الحبه كتفتح الشهيه، غنيه بالفيتامينات، ولكن فيها الفيتامين ا، فيها مجموعه من العناصر اللي كتعطيك التشوهات، يعني من الاحسن تبعد عليها. كتفتح الشهيه ماشي كتبات عليها من المراه الحامل في الرضاعه شويه الحمل ممنوعه منعا كليا. المشاكل اللي كيقدروا يجيوها بزاف ديال المشاكل، يقدر يجيها قلنا يقدر ما يكونش يكون الحليب قليل وتقول لا ما كيشبعش هي البيبي داكشي اللي كيجر راه كيشبع منه، داك اللي كيجر في ديك الساعات الاولى ملي كترضعي غير داك الماء ملي كتسالي ديك الساعه الاولى ملي كتولدي يعطيو لك البيبي ديالك هذاك الماء غني قلنا بالعناصر الغني بالعناصر الغذائيه اللي غتساعدو في النمو ديالو في الحمد لله بزاف الصحه يكون بصحه جيده. الحليب دونك هذيك كنعاونوها بمجموعه ديال النصائح، هذه تقدر توجه راه نهار كتمشي دير له الجلبه راه في ديك السيمانه كيخصك تدي البيبي ديري له التلقيح ديالو، في هذيك اللحظه راه تما هما ممكن نعطيوكم مجموعه ديال النصائح. تلقاي لانفيرميير المهم الاطار الصحي اللي كاين في المركز الصحي غيعطيك مجموعه ديال النصائح على الرضاعه الطبيعيه وعلى داك التلقيح لا يشنافه. هي كتلقح لك وهي كتقول لك هذا راه لا بي سي جي ها هي الصالحه هذه داك اللحظه اللي عندك اي مشكل في الرضاعه طرحيه يعني فوالا هذاك الشيء كيكون هي نورمالمون في هذيك اللحظه هي كتخدم وهي كتعطيك مجموعه ديال التوجهات والنصائح. ما تحبسيش الرضاعه الطبيعيه، رضعي مزيان، الى نقص لك الحليب تشربي السوائل بزاف، عاوني بالتغذيه اللي المدره للحليب. اذا عندك مشاكل نفسيه ربما هي اللي اثرت في هذا في اضرار الحليب مثلا، غادي خصها توجهك لاختصاصي اللي يعاونك. خاصك مساعده نفسيه لابد ما توجهك ليها. كيستريسو كيمشي الحليب. كاين اللي عندها مشاكل عائليه مثلا داك الضغط الاسري، داك الضغط فين عايشه ما مساعدهاش، هي كتبقى كتحس راسها دائما تحت متشنجه تحت الضغط متوتره، ربما كيمشي الحليب. دونك هذيك محتاجه وهذوك الاستثناءات. حنا تنقولوا باش كنصحوا الطبيعي انك ملي تولدي رضعي. بالنسبه للمشاكل ديال اللي كتوقع في الثدي داك لي كروفاج كيتجرحوا كينتفخ الثدي كيكون بحال كيتحجر. دونك هادوك عندهم بزاف د الحلول. هذاك ماشي مشكل الحمد لله. كتبدا بالاول بداك الكمادات اللي هي دافئه كديرهم على الثدي ديالها وكتبدا كنقول نصحوها انها ضروري ما تجر الحليب داك المصاصه فهمتي، يعني ما تخليش تما. واذا وصلنا تشققات كاين كريمات اقلوها هو قلنا العسل وزيت الارغان، هذه راه تقريبا موجوده. عاد خلي الكريمات الاخرى اللي غاليه اللي باغي يستعملها نقولوا شنو هي كتكون على شكل امراض فهمتي، كيكون على شكل داك الوجع المصيرنات لا دياغي لي غاز المصيرنات كيتنفخوا. دونك هما هادو اللي ممكن يوقع زعما التغيير. حنا في المجتمع ديالنا تيقول لك الشم راه تيقول لك داك الشيء لاكور فهمتي، يعني كتردي البال شنو كتاكلي. اللي عارفه انه غيضر بطبيعه الحال ما غتاخذ سواء تاخذ واحد الكميه اللي هي قليله سواء غتجنبي ديك الساعات. المراكز المختصه لحل المشاكل ديالنا
درسوا فيه. مرحبا، شكرا للاساتذه.